السلام عليكم البنات، كيف دايره؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير البنات؟ ان شاء الله الدرس ديالنا اليوم غنخصوه للفصاله، غنفصلها الطابليه او وزاره مدرسيه ان شاء الله. وفي صاله ديالتها غتكون عاديه، ما غتكونش شي فصاله اللي هي معقده، وبغيت نشاركها معكم. بالنسبه للمبتدئات نتمنى يا ربي يستافدوا من هذا الفيديو هذا وندوزوا للطريقه على بركه الله. يا بسم الله على بركه الله. غنعطيكم الطول البنات. عندي الطول 99، غادي ندراسيها بحال هكا. بالنسبه لهاد الكليانه البنات انها دايره الحجاب وبغات الطابليه شويه انها تكون طويله وتكون سامبل، يعني ما فيهاش تكفيفه في الكم. بالنسبه لكم بغات لاستيك، بالنسبه للكول بغات غير داير عادي. انا باش نشرح لكم، المهم غتكون واحد الطابليه اللي هي سامبل وحبيت باش نشاركها معكم. بالنسبه غنبدا دابا بالكولا البنات. غادي نعمل عادي 7 سنتيم 7 سنتيم هكا. وبالنسبه للكتف عندها 38 كنطوي سنتيم هكا على زوج، وكنزيد واحد السنتيم ديال الخياطه بحال هكا. وهنايا البنات فاش كنزيدو سنتيم ديال الخياطه كنهبط هنا 3 في الكتف كنهبط فيه هنا 3 سنتيم، كنطيحو الكتف. نتمنى يا ربي يكون واضح بحال هكا. غندوزو دابا للتركيز. بالنسبه للتركيز بحال هكا غادي نهبط ليها 23 سنتيم 23 سنتيم اللي غنهبط ليها. ما كتهبطوش من الفوق البنات، كتهبطوا من النقطه اللي طيحتو هنايا ديال الكتف، كتهبطوا ب 23 للتركيز. غندوز دابا الصدر. عندها بالنسبه للصدر عندها 92 سنتيم. نفس الطريقه كنطوي السنتيم بهذه الطريقه هذه 92 بحال هكا. وكنرجع البنات كنطوي السنتيم على 4. ركزوا معايا مزيان بحال هكا. كنطوي السنتيم على 4 بهذه الطريقه، وكنزيد واحد السنتيم ديال الخياطه. ضروري تزيدوا السنتيم هنا ديال الخياطه بحال هكا. كتسطروا وكنسطر نيشان هاد التركيز هذا بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه لهنا في التركيز البنات كندخلوا ب 3 سنتيم باش كنديروا ديك التقويره ديال التركيز بحال هكا. 3 سنتيم كنديروه. بالنسبه للعرض ديال الطابليه البنات غنهبطوا نيشان بحال هكا من هاد النقطه هذه ديال التركيز. ما غاديش تكون فيه هي شي ايفازي بزاف ولا شي حاجه. غنهبطوا نيشان، غنهبطوا العرض اللي خلينا، حيت عملنا في العرض 33 كي قلت لكم. غنهبطوا نيشان. دابا غندوز باش غنقطع الكول هو الاول. يعني كي قلت لكم بالنسبه للمبتدئات ساهله لو بتخيطوا هاد الطابليه. كنهبط هنا في الكتف، كنطيح دوك 3 سنتيم هنا في الكتف، وكنهبط الدوره ديال التركيز بحال هكا. لاحظوا معايا البنات هكا بالطريقه هذه. وكي قلت لكم غنهبط عادي حتى ديك 99، يعني بالتكفيفه 99 ديال الطول. انا غنكمل تقطع ونرجع نكمل معكم البنات. هانتوما من بعد ما قطعت بحال هكا اش غادي ندير دابا؟ غنحيد هاد الضوبه هذه، هاد الظهر هذا عفوا، غنحيد الظهر. غتبقى عندي الضوبات البنات دائما كنقصوا في التركيز. لاحظوا معايا الطريقه هذه، غنقصوا هنايا واحد 2 سنتيم في التركيز. كنجيو هنايا في الكتف، ما كنقصوش من الكتف، كنمشيو في الخنس هذا بحال هكا وكنبقاو غاديين وكنزيدوا حتى توصلوا على 2 سنتيم وكدوروا بحال هكا. دائما الضوبه كنقطعوا فيها بحال هكا. وبالنسبه لهنايا في الكتف كذلك كنطيحوا 2 سنتيم. هادشي اللي طيحنا هنا كنطيحوه هنا في الكتف، غير بالنسبه للضوبه. اما بالنسبه للظهر لا، بحال هكا. لاحظوا معايا. غندوز دابا للكول. بالنسبه للكول كي قلت لكم هنايا عندي الكول غادي نعملو غير كول اللي هو داير.
غادي نهبط بحال هكا باش كنهبط غير 10 سنتيم بحال هكا حتى غير 9 10 البنات باش ما يجيهاش الكول عاوتاني. الا بغات هي على حسب الكليانه بغات الكول شويه كبير كديروا ليه 10، بغات تكون لي واعده 9 بركه كافيه 9 سنتيم. بالنسبه لي انا غنعمل ليها غير 9، هي 9 كافي حيت كي قلت لكم الاخت محجبه يعني خصها يكون شويه الكول صغير بحال هكا. هذا راه ما غيكونش كول كامل، كتلاحظوا معايا عندنا هنا فيه الباندا راه كطوى بحال هكا بالنسبه للصدري. غادي نقطع بهذه الطريقه هذه. نتوما باش نشرح لكم اكثر غنحيدوا مثلا هاد 5 سنتيم اللي عملنا، غنخليو غير دوك 7 اللي عملنا هنايا ديال الكول 7 سنتيم هما هادو. يعني الكول غيجي داير غير بحال هكا. نتوما البنات نتوما كديروا نتوما كدوروا، ولكن بالنسبه لي انا غنقطعها كامله. انا غير بغيت نشرح لكم بحال هكا. وبالنسبه لهاد السطيف غتجي عندها بهاد الطريقه هذه، يعني غتجي عندها الكول داير. لاحظوا معايا دابا البنات غندوزو للجياب. غندوزو قبل ما غندوزو للجياب بعدا نخدموا الكم عاد اللي بقاو لينا الطروفات نديروهم في الجياب. ندوزو لكم قبل البنات غنقطع معكم هذا الكول هذا التلبيس ديالو، التلبيس ديال الدوره ديال الكول وديال الظهر. شوفوا معايا الطريقه سهله، ما بغيتش نقطع لكم هذه اللقطه هذه. كنحط بهذه الطريقه هذه بحال هكا، كنحط هاد الضوفه ها هي كتراسيو عليها بهذه الطريقه هذه، كتراسيو على الدوره ديال الكول بهذه الطريقه، وكتدخلوا هنا واحد 6 سنتيم حتى 7 سنتيم صافي. وكتبقاو تدوروا عادي. هذا التلبيس ديال الكول بحال هكا كيجي. نحاول باش نلقى الثوب هنايا. راني البنات هنا الثوب دايره على 2 بحال هكا. ضروري هاد التلبيس هذا كنعملوه هنا في الكول. ها هما 2 البنات هادو ديال الضوفه كيجيو بحال هكا. اني الا قدني الوقت غادي نشارك معكم حتى الخياطه حتى هي ديالها. كيجي التلبيس ديال هنايا وغندوزو للكول الظهر حتى هو سهله. غناخذوا غير الظهر بحال هكا وغادي نقطعوا عليه. بالنسبه للظهر حتى هو طريقه سهله. بالنسبه لهنا الثوب هنا غيكون غير على واحد في الظهر. كناخذ بهذه الطريقه هذه بحال هكا. هنا كتبقى عندنا في الكاسيف ديك 7 سنتيم. هنايا باش تجيكم الطريقه سهله دوروا على الكول هو الاول بحال هكا تراسيوه عاد باش تقطعوا هاد الظهر هذا وغير كنقطعوا عليه كما عملنا هنايا في الضوفه. كنحطو كنقيسو كنقطعوا عليه بحال هكا. دابا غادي نطويو بهاد الطريقه هذه بحال هكا. غادي نقطع هاد الدوره هذه هنا ديال الكول وغادي نهبط هاد 7 سنتيم وغادي ندور بهاد الطريقه هذه بحال هكا. هذه هي اللي غتكون عندنا في الظهر. ها هي البنات كي كتلاحظوا معايا. وهادو كيكونوا عندنا في الضوفه. بالنسبه لكم ها هو عندنا هنا الثوب مطوي على 2 وكنرجعوا كنطويو على 4 باش غادي نفصلوا الكم بحال هكا. هاد الطريقه ديالكم البنات اول حاجه كنعبروا الطول هو الاول. بالنسبه للطول عندها ديالكم غنديروا 55 اللي عندها 55 عندها الطول ديالكم. ها هي 55 وكنزيدوا هنايا كنزيدوا السنتيم اللي كيتنقص عندنا من الفوق ديال الخياطه. وبالنسبه ل2 سنتيم غادي نزيدوهم هنا في الاسفل هنايا في الاسفل على ود لاستيك. كي قلت لكم السيده بغات دير لاستيك في الكم. ندوزو دابا لهنايا للتركيز. بالنسبه للتركيز غنعطيكم الطريقه اللي هي سهله وواضحه. التركيز غناخذوا الضوفه الجهه ديال الضوفه البنات. لاحظوا معايا حيت بزاف البنات اللي كيقولوا لي عاودي شرحي لينا هاد الطريقه كتجيهم شويه صعيبه. راه سهله البنات. ها هي الدوره ديال الكول هي هذه. الدوره ديال التركيز هي هذه. كنشدوا الضوفه كنحطوها بهاد الطريقه هذه
الطريقه اللي هي سهله وواضحه. كنحطوا الضوفه بحال هكا كنطراسيو عليها. اش كنطراسيو هنايا البنات؟ انا ما غاديش ندورو عليها. هنا راه غنقصوا 3 سنتيم هكا حتى 4 سنتيم هنا من الاسفل. لاحظوا معايا اكثر حاجه اللي كنطراسيو هي بالنسبه هنايا وبالنسبه لهنا، هذه هي اللي كنطراسيو. وبالنسبه لهنايا البنات راه كندخلوا. الطريقه الا بغيتو طريقه اخرى ديال الكم نعطيها لكم سهله، كتقسموا لكم هكا بالنص وكتدخلوا هنا بجوج وهنا بثلاثه في الاسفل. اما الا بغيتو بالنسبه للمبتدئات تجيكم سهله من الاحسن غتعبروا بحال هكا على هاد الضوفه هذه بهاد الطريقه هذه، وغندخل غير هنا في الاسفل. هنا غتمشيو عادي وهنا غندخل بثلاثه. هانتوما غنقطعوا قدامكم وغادي يبان لكم كيفاش. هانتوما كدوروا بحال هكا وهنا كيف كتلاحظوا معايا بحال هكا كتدخلوا بثلاثه. يعني هاد المسافه هذه كتدخلوا بثلاثه. اللي جاتو صعيبه كاع بحال هكا يهبط هنا ب 11 سنتيم 10 سنتيم 11. هنايا ها هي البنات عندي 11 سنتيم. شوف غتهبطوا هكا بالسنتيم من الفوق حتى لهنايا غتهبطوا ب 11 سنتيم. ها هي جاتني 11 سنتيم. ندوزو دابا كي قلت لكم هنايا بالنسبه للطول هنا 55. زدنا سنتيم ديال الخياطه اللي غادي تنقص من الفوق، زدنا 2 سنتيم ديال لاستيك. على حساب لاستيك غنعملو نقدر نعملو شويه عريض هكا. دابا ان شاء الله غادي لاستيك حيت غادي تجي لكم مجموع شويه. غادي ندير 17 سنتيم، غندير 16 ونزيد سنتيم ديال الخياطه هي 17 سنتيم. غنديرو بحال هكا وغادي نسطر. شوفوا معايا الطريقه، انني غنسطر بحال هكا حتى لهاد النقطه هذه اللي عملت وغنطراسي بهاد الطريقه هذه بحال هكا. بالنسبه لكم باش نشرحو اكثر بالنسبه لهاد البلاصه هذه يعني ما كتنقصوش منها، ولكن كتبقاو جايين وخارجين حتى كتكملوا واحد 2 سنتيم كتنقصوهم في العرض ديالكم حتى كتخرجوا لهنايا. ولكن فاش توصلوا لهاد النقطه هذه حاولوا تخرجوا زيرو، ما تحاولوش تضربوا في التوبوله. يعني كتبقى عندنا ديك 17 سنتيم هكا تبقى عندنا بحال هكا في التوب. غير هنا في الوسط بحال كيتنقصوا البنات 2 سنتيم. هنا كتخرجوا زيرو هنا كتخرجوا زيرو. يعني هاد البلاصه هذه كتكون ما تكونش هكا التوب فيها زايد، كتكون مجموعه شويه. نتمنى يا ربي الدرس يكون مفهوم. انا غنقطع قدامكم باش يبان لكم. بحال هكا كنجي هنا كي قلت لكم كتبداو غادي كتدخلوا بهاد الطريقه هذه وهنا كتبداو ثاني كتخرجوا زيرو البنات بحال هكا. هاد الطريقه هذه ندوزو دابا نوريكم الكم ديالنا وندوزو نوريكم كيفاش غتخدموا الجياب. بالنسبه للجيب غادي نخدموا جوج جياب عاديين. نتوما البنات غنعطيكم العبار ديال الجياب. غادي نبدا نزول هاد الشياطه هذه باش نقادها. المهم هكا. بالنسبه للجيب غادي نعمل هنا في الطول غادي نعمل 19 سنتيم في الطول. يعني بالخياطه البنات راه غتنقص لينا الخياطه. وبالنسبه للعرض هكا غندير غير 16 سنتيم الطريقه هذه. هنايا ما نقادش واحد شويه، غنحاول باش نقادتو خصو يكون مقاد. هادو راه جوج جياب البنات حيت راني عامله الثوب على جوج. نتمنى يا ربي يعجبكم هذا الدرس هذا ان شاء الله يا ربي وتستافدوا من هذا الفيديو. واللي ما فهمش شي حاجه البنات يخلي ليها في التعليقات، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو باش تعمل فائده على الجميع. وشكرا لكم، نتلاقاو في فيديو اخر بحول الله.